هو شوط المركز الوطني للجواد العربي الأصيل على مسافة 1800 متر عمر الأربع سنوات، مخصص لإنهاء تصنيف كلاس 1. لدينا 14 اسما من الأسماء القوية التي ستتابعونها بعد لحظات. لما المسومة تنطلق من البوابة الأولى ابنة أنس المسومة مع محمد نور الدين العزيلي. اف افترنون ديلايت ستنطلق من البوابة الثانية ابنة باسق الخالدية. من البوابة الثالثة ستكون معكم بوليفيا المسومة ابنة أنس المسومة مع عبد الخالق القريو. من البوابة الرابعة متابعينا الأعزاء ستنطلق غدير ابنة اف البحر مع الراكب التونسي الياس المغراوي. وهنا بالرقم 8 تتواجد أمامنا سارة دي جلوري أحد الأسماء أيضا ابنة مجد العرب مع